اهلا بيكم فيديو جديد، والنهارده هعمل لكم الكنافه بالمانجا. بصوا عشان ما اطولش عليكم، انا مفلفله كده الكنافه في شويه سمنه حلوين وسكر. وهنا جبت الكريم شانتيه البودر، وعندي مانجا بيوريه ولبن متلج والباستري كريم. تمام. وعندي عصير مانجا المهم، والكريز ده للتزيين. المهم ندخل بقى يا جماعة في الطريقة. انا هنا كنت حاطه اللبن في الفريزر فجامد شويه. والكريم شانتيه ده بودر خام. تمام. عايزه اقول لكم برضو اسم الماركه، يعني لان دي احسن حاجه بصراحه. انا جربت حتى الكريم شانتيه اللي هو المعلب دوت، وجربت انواع كتيره. هي دي بصراحه اللي ظبطت معايا، اللي هي المتحده. وخام برضو، الخام بحس ان هو بيربط اسرع معايا وبيبقى ليه فوم جامد. المهم فاحنا هنا ده حوالي 8 كيلو كريم شانتيه، وهنا حوالي كوباية ونص لبن. انا تلجته في الفريزر شوية، وبعدين ابتديت اضرب على سرعة عالية. المهم وهنا زيدو بقى حبيب قلب خالته اللي هو طلب مني الكنافة. قال لي يا خالته انا عايز كنافة بالمانجا، قلت له عينيا قلب خالته، هعملها لك. المهم فهنا بقى انا بضرب الكريم شانتيه، وهنا بقى زيدو واقف جنبي بيتفرج. ابتدى بقى الكريم شانتيه هنا بيعمل فوم يا جماعة. على فكرة برضو لو احنا جينا حسبنا تكلفة الكنافة، الكمية دي على فكرة هتعمل لنا صينيتين. التمن ده حوالي ب45، وشوية اللبن اكيد موجودين في البيت يعني، وعصير المانجا من اللي احنا بنفرزنها، والباستري كريم بتالي اقل من تمن الكريم شانتيه اعتقد يعني. المهم هنا الكريم شانتيه ابتدى يربط معانا، فعايزه اقول لكم ان الكميه دي عملت صينيتين حلوين. بالنسبه لاسعار الكنافه بالمانجا اللي احنا بنجيبها من الحلواني المشهور يعني، وافتكاساته. وهنا ده تومن كريس برضو انا بحطه كده كديكوريشن يعني للصينيتين. المهم الكريم شانتيه بقى هنا ابتدى يربط معايا. تمام. هو مش بياخد وقت، انا قلتلكوا الخام بيربط معايا اكتر، والشركة دي بصراحة يعني دايما بترفع راسي كده في الحلويات اللي بعملها. خصوصا ان انا كنت الاول فاشلة جدا في موضوع الحلويات ده، بس ابتديت بقى واحدة واحدة وكده. عشان ما تيأسوش يا جماعة، ما تيأسوش. انا ما كنت بحط حاجة في دماغي ان انا لازم اتعلمها، فكنت بعملها فعلا. والطريقة دي انا جايباها والله من واحدة صاحبتي. ما بخلتش عليا بالطريقة حتى في محلات الحلواني يعني، والله مش بيعملوها كده خالص. بيعملوها هي طبقة كريم شانتيه وعليها بيوريل مانجا وشكرا على كده. لكن انتوا شوفوا بقى، تابعوا تكنيك صينية الكنافة دي فعلا حلوة قوي قوي قوي. انا هنا بقى جبت الباستري كريم دي بقى ايه بقى الحتة التركية بقى اللي هي هتنقل الكنافة في حتة تانية، واللي ما بتتعملش في المحلات برا على فكرة. انا ضربت الباستري كريم بعصير المانجا، والعصير هنا تقيل برضو شوية، مش خفيف. وناخد بالنا العصير العصير الباستري كريم بيربط جدا، بيربط بسرعة يعني عن الكريم شانتيه. انا هنا حبيت ان انا مزودش عصير المانجا، لان كده كده انا هحط الباستري كريم بعد ما اضربه بعصير المانجا على الكريم شانتيه. وهنا بقى ايه الفكرة، ان انا بطعم الخلطة دي اللي بتديني بتعلي تيست الكنافة بالمانجا جدا. ودي التركية بقى اللي صاحبتي قالت لي عليها، وفرقت فعلا غير الكنافة اللي احنا بنجيبها من بره يعني. المهم فانا هنا هحط الباستري كريم بعد ما ضربته مع عصير المانجا. هحطه على الكريم شانتيه اللي انا برضو ضربته باللبن المتلج. المهم فانا هحط الخليط ده بعد ما انا ضربته. طبعا الاسباتيولا دي عايزه اقول لكم اختراع والله. بصوا مسحت 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 البوله. المهم
فانا هكمل بقى ايه ضرب، مش هضرب كتير لان انا يا دوبك هعمل الخليط يعني وكده. وعشان بقى نكمل نشوف بقى التكنيك اللي احنا هنعمل بيه صينية الكنافة بالمانجا. هتبقى اعظم من الكنافة اللي احنا بنجيبها من بره. والله يا جماعة عايزة اقول لكم ان الطريقة دي اكلتها لناس ذويقة يعني. عايزة اقول لكم ضيوف كانت تجيني تقولي لا انت طالباها من بره، اقول لهم والله مش من بره يا جماعة، انا اللي عاملاها. فما كانوش بيصدقوا يعني، واي عزومة ما كنت بعملها كانت الناس بتنبهر بيها من جمالها. المهم انا هنا الكريمة يعني حبيت ان انا اعملها القوام بتاعها يبقى مظبوط، لكن انا في الطبيعي عندي انا بعملها اخف من كده عشان بحب الكنافة تشرب من الخليط ده. لما تبقى اخف شوية فالكنافة بتشرب منها. في ناس تحب الكنافة تبقى مفلفلة، انا بحبها تبقى دايبة شوية من الخليط ده. بس انا عملتش كده هنا في الصينية دي، لان عارفة بقى اطفال وكده يا جماعة بتحب قوام الكريم شانتيه اللي بيتعمل ده زي التورت كده، زي قوامها اللي بيتعمل في التورت. المهم فانا هنا فرشت الكنافة اللي انا عاملاها. انا هنا عملتها كنافة عادية بسمنة ومعلقتين سكر كده، وقعدت احمر فيها بس تبقى لونها فاتح شوية. وعملت سيرب لازم احطه على الكنافة عشان بيطري الكنافة. السيرب ده حوالي كوباية سكر وكوباية ونص مية ونص ليمونة وكيس فانيليا. المهم نيجي بقى نكمل تكنيك صينية الكنافة بالمانجا. فانا هنا بسقي الكنافة بالسيرب عشان يطريها شوية. المهم فانا بسقي الكنافة وبعد كده هحط، بصوا بقى الخطوات يا جماعة لك وان تتخيلوا بقى التكنيك اللي انا بعمله دوت. وبسقي الكنافة عصير مانجا. عمر ما احنا هنجيب في ظل الغلاء الفاحش اللي احنا فيه ده ان احنا هنجيبها من المحلات بالطريقة وبالطعامة دي. عايزة اقول لكم نفس المحلات دي برضو لما كنا بنطلب منها التشيز كيك التوبينج بتاعها كان بيبقى حلو كده ومليان والبلو بيري كده بتبقى الطبقة سميكة. دلوقتي عايزة اقول لكم بتبقى يعني مفيش طبقة خالص، التوبنج بتاعها بيبقى يدوبك لون كده. فمستحيل حد هيعمل كمية الخامات ديت في الحاجة يعني. المهم الاسباتشولا دي برضو مش بتوزع حلو. احنا ممكن بكيس حلواني بس هو ما كانش متاح يعني ان احنا نقسم الكريمة دي. المهم هنكمل بقى بقية التكنيك بتاع الكنافة. هنحط طبقة كنافة تاني وبرضو هتبقى نفس الحكاية. بعد ما هحطها كده فريشها مظبوط برضو هسقيها تاني وكده لحد ما اخلص الطبقات بتاعتي. هما طبقتين بس يعني عشان هي مش ما تبقاش عالية يعني، مش بتبقى حلوة وهي عالية. تمام. وبمناسبة الكنافة بقى بالمانجا يا جماعة عايزة اقول لكم ان ديت الافتكاسة الوحيدة اللي محل الحلواني ده عملها عجبتني، لان اي كنافة تاني كلتها من بره انا ما حاولتش ان انا اعملها لانها ما دخلتش دماغي. الكنافه بالنوتيلا مثلا كانت اختراع فاشل يعني، ومش عايزه اكمل لكم بقيه الاختراعات التانية. كنافه باللحمه المفرومه دي الحوادق يعني، ولا كنافه بالرنجه، ولا الكلام المهم بقى ايه. فانا قلت لا بقى اعمل الكنافه بالمانجا، هي دي اللي عجبتني. المهم بكمل بقى سيرب تاني بسقي بيه الكنافه. تمام. برضو لا غنى عن ان انا احط السيرب لو عملت فكرة الكريمة تبقى اخف. زي انا ما كنت بقول لكم انا بحبها الكريمة تبقى خفيفة عشان تشرب الكنافة تشرب منها وتطرى. بس برضو لا غنى على السيرب والعصير المانجا كمان اللي انا بحطه ده. المهم هحط اخر بقى طبقة بالسباتيولا وهحاول ان انا اظبط الدنيا شوية. تمام. عايزه اقول لكم الكريمه دي طعمه بطريقه ما حصلتش. الكريم شانتيه
مع الباستري كريم اللي مضروب بعصير المانجا حلو قوي قوي قوي. بره مش بتتعمل كده خالص، مش بتحط فيها كمية المانجا دي، بتبقى كنافة، والتكنيك اللي اتعمل ده من غير العصاير اللي محطوطة ديت، وما بتبقاش مطعمة بالباستري كريم ولا حاجة. والله انا اول مرة اكلها من المحل دوت، والله العظيم كانت فعلا جاية كده كريم شانتيه، يعني كريم شانتيه، بس ما فيهاش كل الشغل اللي معمول فيها ده. تمام. المهم، فانا هحط بقى الكريمة وهبدأ اوزعها. طبعا هي ايه فيها صعوبة كده شوية وانا بوزعها بالسباتشولا، بس شغال يعني. ما كانش فيه كيس حلواني. المهم، فانا هنا يا جماعة بقى بوزعها واحدة واحدة كده بالراحة، وغالبا يعني المهم انا هنا خلاص بقى وزعتها كويس. بقول لكم بقى هنا تكنيك الطبقات اللي انا عملتها. عملت الاول طبق الكنافة وسيرب وعصير المانجا، وبعدين الكريمة، وبعدين طبقة تانية، وكملت بنفس التكنيك. وبعدين بقى رحت جايبة دي منجاية كانت عند اختي في الفريزر، قشرتها وقطعتها لي كده. تمام. فهنا دي كانت بيوريه، ما كانتش عصير زي اللي انا عامله بيها طبقات الكنافه. المهم انا مش هكتر كميه المانجا برضو، مش عشان مش ما نبقاش بناكل مانجا بس يعني. المهم ديدو بقى هنا فرحان بقى حققت له امنيته، كان عايز ياكل كنافه بالمانجا، كان مبسوط بقى بيها وبيقول لي عملتي لي الكنافه بالمانجا يا خالته ياسمين؟ قلت له اه. المهم بقى ايه، تقول لي رأيك بقى. فانا هنا بقى بقول له ايه رأيك بقى، ايه رأيك يا زيدو نحط حرف الدبليو، هو اسم وحيد يا جماعة، ولا نحط حرف الايه على اسم بقى بابا اسمه احمد، وابن عمتي كمان يا جماعة، ابن عمتي وجوز اختي. المهم فقلت له بقى يا زيدو خليها احمد بقى المرة دي نفرحه كده هو ما اعترضش صراحة. المهم يا جماعة هو في الاخر ياكل الكنافة بالمانجا اللي هو بيحبها، وقد كان كان مبسوط جدا بيها والله يا جماعة. وانا يهمني برضو رأي ديدو حبيبي في الموضوع. سيبوكوا بقى من كل الناس اللي اكلت من ايدي الكنافة بالمانجا، بس انا يهمني رأي ديدو حبيبي. المهم، فديدو بصراحة بعد لما اكل الكنافة دي مش قادرة اقول لكم هو كان مبسوط بيها قد ايه، وعجبته جدا. وقال لي روعة 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 يا طنط ياسمين، يا خالته ياسمين روعة 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 يا خالته ياسمين. كانت جميلة جدا واحلى من اللي ماما بتعملها كمان. المهم اسيبكم بقى مع تكنيك الكنافة الاخير، واتمنى بقى تجربوها، خصوصا ان رمضان دخل علينا. كل سنة وانتم طيبين، هتعجبكم قوي واحلى وارخص بكتير من كنافة المحلات المشهورة اللي بتتجاب من بره. واسيبكم بقى هنا، وياسمين عملت كنافة، الكنافة نافة نافة، ويلا جربوها هتعجبكم قوي، وبألف هنا مقدما.